السلام عليكم ورحمة الله. حبايب، اليوم راح اسوي لكم طريقة عمل تمن باقلة. التمن باقلة اكيد عندنا شبنت، الباقلة طبعا فلستها هاي بدون سلق، فلسناها واخرت القشر من عندها، وعادي يعني اغسلها بمي دافي، هي رأسا تنفتح. اوكي، هاي كمية تقريبا يعني كوبين من الباقلة، والشبنت مو كله هذا، يعني لازم يصير الشبنت اقل من الباقلة. هسه من نطبخ التمن راح تشوفون ايش قد اخلي شبنت. حبايب، هذا الشبنت صار هالقد كمية، يعني تقريبا نص كوب او شوية اقل من النص. وهاي الباقلة قلت لكم عليها. هسه راح نخلي جذرية او بسم الله الرحمن الرحيم. راح نخلي اول شي الزيت، نخلي هذا الشبنت، هاي الكمية قلت لكم عليها. حبايب، وصل هذا القوام ذبل بحيث يعني شوية نشوفه يعني نص. نخلي الباقلة، نظل نحمس بهاي الطريقة، طبعا هو الباقلة شوية تحتوي على المي وغسلناها، فنص النار ونغطيه. حبايب، هسه بهاي الطريقة الشبنت والباقلة بهاي الطريقة نخليه على نار ناصية واطي كلش خفيف، فالدقيقتين 3 دقائق. حبايب، هاي شوية بخت بنفس الطاسة اللي كانت بيها الباقلة، شوية بخت مي على مود شوية تستوي عندنا الباقلة، لا تصير على مود لا تلشع او تحترق. هسه نعوفها على نار ناصية. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب، رجعنا لكم بهاي الصورة، صار تكون بخار عندنا. هاي اللي خليت كمية قليلة من المي، تكون بخار. هسه نفحص نشوف مستوية على النص. شو نسوي؟ لأن ورانا تمن ومي، وراح تستوي ويا التمن، همين تاخذلها فورا ويا التمن. هسه نضيف التمن. حبايب، هسه نضيف التمن. طبعا هذا التمن انا بالنسبة لي يعني 3 أكواب من التمن. تظلون تقلبون بهاي الصورة، نظل نقلب بهاي الصورة، نجانس الشبنت والباقلة مع التمن البزمكي 3 أكواب، وحسب يعني انتم تريدوا تضاعفون او تريدوا تقللون. اذا تريدوا تقللون الباقلة اقل والشبنت هم اقل، يعني كل ما تزيد الباقلة الشبنت يقل، يصير بكمية محدودة. لان اذا زاد الشبنت هم حسب الرغبة، اكو عوائل يعني يحبون الشبنت بكثرة، بس احنا بالنسبة لي انا افضل انه معتدلة يعني. هسه نخلي مي. هسه حبايب راح نضيف المي. طبعا المي بس يغطيه، لان انا كنت منقعة التمن. بس راح نجيب مي مرة ثانية. هسه حبايب نضيف المي، نكمل بقية إضافة المي لحد ما يصير يعني يغطي التمن بهذا الصورة هاي. وهمين اكو ناس يحبوه يعني التمن لين يصير يعني مستوي زايد، واكو ناس يحبوه على يعني هيك مستوي تقريبا يعني قليل، يعني التمن يعني شويه يعني بشكلها مو مهروده. حسب الرغبه. بالنسبه لي هاي الكميه راح اخلي ملح خاشوقه اكل ونص، وهم حسب الرغبه. اكو ناس تحبوا يعني فاهي ياكلوا او على نص، براحتكم حسب الرغبه. الملح حسب الرغبه. ونخليه ونغطيه
نخليه يستوي.